كلنا معاهم وفي ظهرهم طبعا. الماتش انا من وجهه نظري انه الماتش في الملعب، الماتش هيبقى بالدرجه الاولى. ماتش في الملعب يا كابتن ربيع؟ ماتش في الملعب مهم جدا، حاجتين مهمين جدا، توفيق الله سبحانه وتعالى ثم ونعم بالله. على ان مستر كوبر انه يعمل حاله فنيه رائعه في اليوم ده. اللعيبه تركيز، التزام، اصرار، اراده مهمه جدا في مجموعه وظائف فنيه. احنا بنتكلم على ماتش كوره مش على حد، ماتش في الملعب فني 11 ضد 11. فمهم جدا الحاله المدرب مع اللعيبه طول 90 دقيقه. تركيز مهم جدا في الفنيات ومجموعه الوظائف اللي هيكلم بيها مستر كوبر اللعيبه، وده مهم جدا جدا جدا. وان شاء الله طبعا المصريين لما بيكونوا عاوزين، اعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا يعني بيديهم وفاء على اللعيبه انها تتعب، تجتهد، تشتغل كتير جدا النهارده. تعرف ان 90 دقيقه كلها شغل فني، كلها شغل فني. الاخطاء باذن الله الاخطاء الدفاعيه على المستوى الفردي بتبقى قليله جدا. المهم جدا الترابط، مهم جدا التشارك، مهم جدا الحاله الهجوميه بمشيئه الله تعالى. يا رب يا رب قلبي من كل توفيق، واحنا جايين النهارده طبعا هنشجعهم وندعي لهم وان شاء الله يشرفونا ونكسب. متفائل؟ متفائل ان شاء الله. كابتن اسماعيل متفائل؟ طبعا لازم اكون متفائل. كابتن ابراهيم قال انه متفائل، وعجبني كلامكم الحقيقه ان احنا فعلا في ظرف افضل، وان الكره المصريه ان شاء الله قدام هتعبر كتير. ومتشكر يا كباتن مصر واسف للتأخير.